السلام عليكم البنات. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنحضر معاكم بريوات وسيجار اللي تيجيو بواحد الحشوه لذيذه بزاف واقتصاديه وبمكونات جد بساطين البنات. واهم حاجه والله البنات لذيذه بزاف ويحماقوا عليها الوليدات ويحماقوا عليها حتى الكبار. وعرفتوا البنات كي تيجيو راه تيجيو لذاذ حشوات جوج اقتصاديين وفي متناول الجميع. تيقوني يا البنات. المهم انا شاركت معكم جوج حشوات اللي عجباتكم فيها ديروها، اللي جاتكم هكا ساهله وعجبوكم المقادير ديالهم ديروهم. الصراحه البنات بجوج بهم تيجيو لذاذ بزاف. ونتمنى اللي تيشوف قناتي اول مره نتمنى يشترك عندي في القناه ويخلي واحد جيم لا جات على خاطرو. على بركه الله نبداو المقادير عندي هنايا درت تقريبا واحد نص كيلو تاع بطاطا اللي شديته سلقته وهكا شديته معستو بالفرشيط. زدت عليه واحد البواطه ديال الطون اللي صفيتها من الزيت ديالها، واحد البصله اللي شديتها هكذا شحرتها في واحد شويه الزيت وشويه البزار وشويه الملحه. صافي البنات زدت واحد جوج فرماجات، زدت فرماج احمر محكوك هكا على هذا الشكل، وزدت واحد المعلقه تاع الجبن. المهم البنات لما كنتوش باغيين ديروا جبن وديروا فرماج احمر يمكن لكم ديروا غير الفرماج مثلث بركه راه كافي وتيجي حتى هو لذيذ. غير ضاعفوا الكميه، ديروا مثلا واحد 5 ولا 6 القطع هكذانيه. وهنا زدت واحد شويه الملحه مع شويه البزار وشويه ديال المعدنوس وزيت العود او زيت الزيتون راه ما تصورش ليا حتى هو زدته. وهكا تنبقى نخلط المكونات مع بعضياتهم مزيان حتى هاد المكونات صافي ينسجموا ليا مزيان ونخليهم على جنب ونحضروا الحشوه الثانيه على بركه الله. كما تيبان لكم شديت واحد نفس المقله اللي شحرت فيها البصله قبل، شديت واحد جوج بصلات هكذا شديتهم اللي قطعتهم رقاقين. المهم البنات انا درتهم في الهاشوار، درت واحد شويه الزيت مع شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار صافي وتنديها ونجيبها تتسخف ديك البصله ولا تطيح شويه. من بعد غنزيد عليها قطع ديال الحوت الابيض. المهم ما عندكمش الحوت ديروا صدر تاع الدجاج حتى هو تيجي رائع البنات. زدت واحد العلبه تاع الشامبينيون، زدت العطريه ديال الحوت. ما عندكمش العطريه تاع الحوت ديروا العطريه العاديه البنات، ما تصعبوهاش عليكم كما تنقول لكم ديما. صافي وزدت واحد شويه ديال الثوم بودر، زدت شويه ديال الصوجا الحرور، وزدت الكمون اللي شويه تنديرو بالزيت حتى يعطي واحد المذاق لذيذ بزاف مع هاد الحشوه. وزدت واحد شويه ديال التحمير، واحد المعلقه هكا صغيره عامره راه ما تصوراتش ليا. سمحوا لي البنات حتى نشد غير التليفون غير بايد، كاينه بعض اللقطات تمشي ليا ولكن المهم زدت غير التحميره صافي. وتندي ونجيب هاد المكونات مع بعضياتهم حيت البصله تكون من قبل صافي طاحت وطابت. الحوت هو راه ما تياخذش الطياب بزاف غير تندي ونجيبوه. هنايا زدت واحد تقريبا وحده تاع الشعريه الصينيه اللي درتها في الماء طيب وقطعتها بالمقص وصفيتها وزدتها. وديك الساعه تنخلي انا البوطه باقا شاعله وتنخليها حتى هي تشحر معاهم باش حتى هي تدخل مع هذيك البنه. فهمتوا البنات؟ صافي هنايا وريتكم جوج حشوات اللي حضرت. الحشوه الاولى ديال البطاطا والحشوه الثانيه اللي درت فيها الحوت. وقبل ما نبدا في البريوات نوجدهم تناخذ بطاطا اللي سلقتها ودرت معاه دوك الحشوه تنشدها تنقادها وتنخليها على جنب. ونقطع الورقه اللي هكا الورقه تنقطع على 4. المهم فيديو راه شارح نفسه وباين كل شيء في الفيديو راه باين. فهمتوا البنات؟ صافي هنايا نبدا نعمر. المهم الطريقه راه ساهله البنات. كما تيبان لكم عاد ناخذ ربع من الورقه ندير فيه الحشوه تاع بطاطا صافي وتنبقى نتني على هاد الشكل. البنات هذه معلومه ديروها انا نسيتها البنات صراحه وشويه تفرقوا عليا.
شدوا مثلا هكا شي برا ولا شي فنيته ولا شي حاجه، تقبوهم بحالكم تنفسوهم باش هكا ما يتفرقعوش ليكم البريوات. فهمتوا البنات؟ صافي تنبقى نتني على هاد الشكل وتناخد الدقيق اللي دايره مع شويه الماء، راه معروفه هاد القضيه. صافي وتنبدا نجمع فيهم هكا ونلصق بداك الماء والدقيق. صافي نكمل على هاد الشكل، تنكمل جميع الحشوه اللي عندي ونرجع باش نكمل معكم فيديو. هنا البنات غندوز معكم الحشوه الثانيه ديال الحوت اللي غنشدها، غنديرها على شكل بريوات، ما نديرش صيقار. شوفوا غنقطع الورقه هكا. المهم انا ما قداتنيش الورقه، راه شاطت ليا الحشوه من هذيك، ولكن درتها في الفريغو حتى المره اخرى ان شاء الله عاد نعمر بها. المهم تنحط شويه ديال الحشوه وصافي ندير مثلثات، راه ساهله. وصافي وتندير شويه دقيق والماء باش يلا هكا تكون تتجمع لينا البريوه وتجي هكا مجموعه. فهمتوا البنات؟ صافي غنكمل على هذا الشكل، تنكمل الحشوه ديال الحوت ونرجع باش نكمل معكم ثاني الفيديو. هنا البنات من بعد ما كملت الحشوه كامله وعمرتها، تناخذ غير الزيت تندهنهم مزيان بالزيت، وتنشعل الفران قبل ما ندخلهم تيسخن مزيان مزيان، وندخلهم تيتحمروا تيجيو مقرمشين، تيجيو لذاذين والحشوه تجي لذيذه. وكما تيبان لكم البنات كي جا الشكل ديالهم جاو لذاذين بزاف، لا ديال الحوت ولا ديال البطاطا. غير جربوهم زعما راه ما تندموش عليهم، تيجيو رائعين وتيجيو مقرمشين وتيجيو احسن من دوك اللي تيكونوا مقليين حشوات بساطين. ويمكن اي واحد يديرهم ويفرح وليداتو ولا يفرح راسو نيتي ياكل شي حاجه بنينه. وهكذا نوصل معكم في نهايه الفيديو. بسلامه عليكم ان شاء الله.